القبص اللي كنديروه في حاله الا تهرش شي واحد ولا عنده شي فداع ولا ملوي من شي ايد ولا من بعد شي عمليه كيعطي الطبيب يدير داك القبص، واش هذاك القبص في الحد ذاته قابل للتعويض؟ هادشي اللي غنعرفوه في هذه الحلقه. السلام عليكم، تحيه طيبه من جديد. معكم العروسي عبد الرحيم مندوب بالجمع العام التعاضديه الاحتياط الاجتماعي للسككيين. هذه الحلقه مشتركه ما بين الناس ديال كنوبس، الناس ديال لاسينيسيس، امو تضامن وامو الشامل. وباش نحطكم في السياق، هذه الحلقه راه تابعه لديك السيري اللي كنا درناها ديال القصور الحوادث وما جاورها. وباش نوضح لكم بصوره ادق هنا، راه غادي نهضر على القبص بوحدو. اما دوك العلاجات اللي سبق وهضرنا عليهم على حساب الحالات، واش عندك اللويان واش عندك هرس، العلاج راه كيتعوض بوحدو، والقبص حتى هو كيتعوض بوحدو. هذه الحلقه هذه خاصه بهذا القبص. ثلاثه الاسئله كبار غادي نجاوبوا عليهم في هذه الحلقه. السؤال الاول هو شنو هو هذا القبص، السؤال الثاني شنو هي الوظيفه ديال القبص، والسؤال الثالث الا كيتعوض كيفاش نقدر ندير نتعوض عليه، ولا شنو هي الاشياء اللي كتعوض فيه بالضبط. بالنسبه للقبص شنو هو عباره على واحد المجموعه من المستلزمات الطبيه. يعني المستلزمات الطبيه عندنا واحد التقشيره وعندنا واحد لابوند وعندنا واحد الغيزان ولا اش كيتسمى. هادو بثلاثه ملي كنجمعوهم ونشكلوهم بواحد الشكل كيعطونا ما يسمى بالقبص. حنا في الاصطلاح ديالنا كنعرفوا القبص هو داك الشيء القاصح اللي كنديروه مثلا في الايد من بعد هرسه ولا شي حاجه. دونك هذاك هو القبص، وكيقلنا مجموعه من المستلزمات الطبيه. غتفهموا علاش قلت المستلزمات الطبيه. بالنسبه للوظيفه ديالو، هو من اجل التثبيت. كيتثبت واحد العضو، يعني من بعد ما تهرستي مثلا وكيجي الطبيب ويعالج ويقاد لك داك العظم سواء بعمليه ولا من برا ولا كذا، كيقول لك راه خاصو يثبت واحد المده، فكيدير لك هذاك القبص باش يثبت لك داك العظم ولا يثبت المفصل ولا يثبت لي كامو واحد المده معينه اللي كيحددها هو. دونك الوظيفه ديالو التثبيت، لي موبيليزاسيون. ثم غندوزو الجواب على السؤال الثالث اللي هو القضيه ديال الا كيتعوض كيفاش غادي نقدروا نتعوضوا فيه. كيف جاوبت في السؤال الاول قلت ان القبص هو مجموعه من المستلزمات الطبيه. المشرع قال لك ان هذوك المستلزمات الطبيه اللي كيتستعملوا في القبص ماشي كلهم، البعض منهم قابل للتعويض. جاو في واحد الكتاب اللي هو داك ديال المستلزمات الطبيه والادوات الطبيه اللي كتعوض. القبص بشكل اساسي الا بغينا نفرقوه كيتكون من ثلاثه الاشياء اساسيه. قلنا جيرسي تيبولار، واحد التقشيره كتلبس، والثانيه هو واحد الغيزان، هو واحد لاواط كيديروها باش كتحمي الرجل ولا كتحمي اليد، وعاد كيديروا من فوقو داك الغيزان ولا هو اللي كنقولوا حنا القبص، اللي من بعد ما كيديروا عليه الماء كيكرم وكياخذ لا فورم ديال داك العضو اللي درناه اما رجل اما ايد. دونك بشكل اساسي كيتكون من ثلاثه الاشياء. هاد الثلاثه الاشياء راه كل وحده فيهم كتحدد بمساحه ولا بطول. مثلا بحال التقصيره راه كتلقى 2.5 مثلا على 3.6 متر ولا شي حاجه بحال هكا، يعني كل وحده فيها عندها قياس. المشرع في التعويض ديالهم بالنسبه لهاد الجيرسي، حنا نعتبروها جيرسي، عقلوا على السميه غير بحال هكا، راه كيعطي التعريفه المرجعيه ديالها 17.60 17 درهم فاصله 60. التعويض ديال كنوبس راه مبلغ جزافي، يعني كترجع 17.60 كامله، والتعويض ديال لاسينيسيس راه كيعطيكم 70%. بالنسبه لهاد لاواط غير قابله للتعويض. بالنسبه لهاد الغيزان ولا بغينا نقولوا هذاك اللي هو القبص كنعرفوه حنا خارجي، راه حتى هو فيه جوج انواع. كاين هاد الغيزان التعريفه المرجعيه ديالو 80 درهم، التعويض ديال كنوبس 80 درهم نيت اللي غترجع ليك، لاسينيسيس غترجع ليك 70%. وكاين واحد اخر بحاله تقريبا، ولا بغينا نقولوا داك القديم اللي كان القبص التعريفه المرجعيه ديالو حتى هو 48 درهم. الناس كنوبس ترجع لكم 48 درهم، الناس ديال لاسينيسيس ترجع لكم 70% منها. دونك بشكل عام هادو بثلاثه هما اللي كيشكلوا القبص. الا جمعنا هاد ثلاثه الاشياء وبغينا نقولوا شحال الثمن ديال القبص، راه تقريبا 100 درهم باش كيكون القبص، تقريبا 100 درهم. نفترض انه عندك المساحه طويله مثلا اللي من هنا حتى لهنا وغادي يدور لك هذوك لي بون، راه غادي توصل لواحد 200 درهم. يعني انه الباندا ضربها في جوج، داك الغيزان ديال 80 داروا ب 160 درهم لانه استعمل لك جوج ديال لي زونيتي. دونك بشكل عام شحال خاص القبص يكون؟ 200 درهم لا كثر، 300 درهم الا ضربناه في ثلاثه الا كثر. اما باش تمشي وتلقى داك القبص غيديروا لك واحد الطبيب، لان القبص راه كيعزلوا لك بوحدهم. ملي كتلقى لا فاكسيون بحال هذه شوف القبص بشحال عزلوا ليه، ديروا لك ب 1000 درهم، راه بزاف اكزاجيري، معيق بزاف هذاك الثمن. لان القيمه ديال هذوك المستلزمات اللي شراهم باش يركبهم لك انت ويديرهم لك كالقبص ماشي هي هذه، ماشي قيمه. الا غيقول لي شي واحد لا راه غادي يتعوض هو في الليد ديالو، لا، شوف الليد ديال الطبيب والعلاج ديال الطبيب كيتعوض فيه فاش كيعالج لك مثلا داك العظم. اللي عقلتو في الحلقات ديال المهدي وقلنا فاش تهرس مثلا من الساعد وقادوا ليه الطبيب، راه ديك تريتمون اورتوبيديك وديك الريدكسيون اللي دار ليه العظم ديالو راه كتعوض بحدها. يعني كاين التعويض ديال الريدكسيون وكاين التعويض ديال القبص، غير هو يكونوا فارقين في التواريخ باش نكونوا واضحين. دونك هنا كي قلت باش نرجع نبقى انسيستي ولا نبقى مركز فقط في هذا الباب هذا ديال القبص. القبص الا كثر ما خاصوش يفوت 300 درهم. وشتي حتى لا خديتي الاثمنه ديال هذوك المستلزمات الطبيه ومشيتي شتيهم عند شركه اللي كتبيعهم، بحال مثلا ها واحد ليكزامبل هنا،
راه كنلقاو هذاك الغيزان الثمن ديالو من 74 درهم حتى 120 درهم. ها هو شركه مغربيه معروفه كتبيعه. حتى هذاك التيبولار جي ار سي راه حتى هو الثمن ديالو ماشي بزاف، ها هو بشحال كيتباع من تل. دونك اكوا سير انني نلقى واحد الكلينيك كياخذهم بثمن، وهو كياخذ بالجمله، كياخذ العدد كثير، يعني كيكون الثمن مخفض اكثر، وكيجي كيحسبهم على الباسيون ولا كيحسبهم على ذاك المريض بواحد 1000 درهم، راه بزاف. ولا كاين اللي كيضربك ب 1500 2000. دونك السبب علاش ملي كتمشي دير مثلا شي قبص ويجيك التعويض ضعيف، راه السبب هو داك الكلينيك ولا داك اللي درتي عنده غلى عليك بزاف. والتعريفه المرجعيه ديال التعويض راه هي هذه. كنتمنى نكون حطيتكم في الصوره وربطتكم مع ديك السلسله ديال الكسور والحوادث اللي درت بهذا الخصوص هذا، وليتوا تعرفوا القبص في الحد ذاته بشحال كيتعوض. كاينه شي حاجه ما وصلتش ليها ولا ما وضحتهاش، التعاليق ديما مديورين لهذا الشيء. تحيه عاليه لكم جميعا.